طريقة التعليم اختلفت تماما عن دلوقتي. زمان كانت الناس لو انت طالب بتدرس فانت قدامك مدرس الفصل بتاعك او مدرس اللي بتاخد عنده درس، وقدامك الكتاب. اقرا الكتاب، ذاكر منه، اسمع المدرس، شكرا على هذا، انت كده ذاكرت. الموضوع كان ممكن يبقى ليه مزايا كتير كاوفلاين ليرنينج، ان انت كان في رقيب من المدرس عليك، كان في انتراكشن ما بين الطلبه وما بين المدرسين. ولكن كان في عيب خطير جدا، وهو ان انت بتعتمد على مصدر واحد. المشكله في النقطه دي ان انت هنا عندك سورس واحد بس بتذاكر منه، مفيش غيره. لو السورس ده طلع فيه غلطه او اي مشكله او اي حاجه، فانت هنا ضعت. لو انت مش فاهم قوي من السورس ده، فانت ما عندكش اي مشكله، ما عندكش اي حل غير ان انت تكمل معاه وتذاكر على قد ما تقدر منه وخلاص. ولو حاولت ان انت تروح لمدرس تاني، هتبقى الموضوع اصعب بكتير من ان انت تفضل من ان انت تروح. وكذلك طبعا مع الكتاب. بعد الكورونا غيرت في العالم كله حاجات كتير جدا. منها مثلا حاجات الاونلاين، ان انت تشتري اونلاين اكتر من انت تشتري اوفلاين، وان الحاجات تجيلك على البيت جاهز طلبات وكده. ومنها حاجات تانية كتير مثلا زي الدراسة. لو بنتكلم عن فكرة الدراسة، فالاونلاين ليرنينج زاد بشكل كبير جدا من بعد الكورونا. ولقينا ان احنا لقينا وشوش جديدة وشوش جديدة وحاجات كويسة جدا، وكونتنت محترم مختلف تماما عن كل الفترة اللي فاتت من التعليم. لقينا حاجات مثلا زي ان انت بقى بعد ما انت كان عندك مدرس واحد بتعتمد عليه، لقينا ان انت بقى عندك مدرسين كتير جدا، احسن مدرسين في مصر تقريبا بتتعلم منهم. وتقدر تخش على اي حد منهم على اليوتيوب او المنصه بتاعته، تشترك معاه وتاخد معاه الدروس. ما عجبكش بتروح لحد تاني. وكل ده هو من ضغطة زرار عندك في البيت. محدش مختلف ان الاونلاين ليرنينج اكتسح الاوفلاين الفتره اللي فاتت، لدرجه ان إن الاغلبيه كلها بتعتمد عليه. فور اكزامبل، انا عملت السيرفي ده عملته من فتره. كان ليه علاقه اكتر ببروجكت الانجليش بتاعي في جي 12 في ستيم سكول. والسيرفي ده كان بيتكلم عن التوبيك ده، الاونلاين ليرنينج والاوفلاين ليرنينج. لو بنتكلم مثلا ان انا السيرفي بتاعي جاوب عليه في ناس من فئات عمريه من حوالي ال 15 ل 18 سنه كاغلبيه. وكان في كمان من 18 ل 25 سنه. فاحنا كده بنتكلم على فئه الهاي سكول ستودنتس، مش بنتكلم على حد من اعدادي او بنتكلم على حد في جامعه. بنتكلم على الستودنتس اللي هم بالنسبه لهم، لو بنتكلم في مصر، فدي السنوات المصيريه في حياتهم على حد قول ناس كتير ومصريين كتير. طيب، بنتكلم ان احنا لقينا ان في تقريبا 60% من الناس بتعتمد على كومباينيشن اوف الاوفلاين ليرنينج واونلاين ليرنينج. في 40% من الناس بتعتمد على الاونلاين ليرنينج بس، مفيش اي اوفلاين ليرنينج خالص. مش 40 ومش 60، في ارقام بسيطه جدا بتدينا حوالي 1% اخير تقريبا دول بيستخدموا اوفلاين ليرنينج بس. احنا لقينا ان في 40% من الناس اللي ردت اونلاين ليرنينج بس، مفيش حتى اوفلاين. و60% كومباينيشن، وده يدل على الاكتساح اللي الاونلاين عمله. لو بنتكلم مثلا في حاجه انا كنت عملت لها منشن قبل كده، كانت بوست الصراع. كان ان احنا لقينا ان في تقريبا 53% و6 من عشرة مرتاحين اكتر من ان هم يشتغلوا مع الاونلاين وان هم يتعلموا اونلاين. سواء النسبه دي كان نصين، نص شغال مع الاونلاين على طول شايف ان هو ده احسن حاجه وما ينفعش اوفلاين، ونص تاني شغال كومباينيشن وشايف لا، ان عادي اشتغل ده عادي اشتغل ده، بس الاونلاين احسن بالنسبه لي شويه. ولقينا ان احنا مثلا لقينا 30%، ال 30% دول شايفين ان لا، احنا مرتاحين اكتر مع الاوفلاين. وال 30% برضو دول اتقسموا نصين، نص شايف ان هو شغال كومباينيشن بس مرتاح اكتر مع الاوفلاين. وناس شايفه ان لا، هي مرتاحه مع الاوفلاين خالص، اونلاين لا او ملوش اي ستين لازمه. وفي حوالي 16% شايفين ان لا، مفيش فرق، اونلاين اوفلاين زي بعض. طبعا محدش يقدر ينكر اهميه الاوفلاين ليرنينج، وان هو بيديلك رقابه او بيديلك انتراكشن ما بين الطلبه والمدرسين. وده مهما عملنا ومهما كان اسيستنتس كلموك، او لو حتى كان في ساحه مشاركات او اسئله اونلاين، عمره ما هيوصل لنفس جوده الاوفلاين، لان كل واحد بتفاصيله. ولو كان وصل لجوده الاوفلاين كنا لقينا مدرسين السناتر سابوا السناتر من زمان واشتغلوا اونلاين. وانا هنا بتكلم عن المدرسين اللي شغالين اونلاين اوريدي وبيشتغلوا سناتر. لو الموضوع هو ما كانش فيه فرق، ما كانتش الطلبه هتحب انها تروح للاوفلاين. الموضوع فعلا فيه فرق ما بين الاوفلاين والاونلاين. ولكن ما ننكرش ان الاونلاين نفسه اكتسح وليه مميزات كتير جدا. تعالى بقى نمسك فكره الاونلاين دي من الاول. اصلا من قبل الكورونا الاونلاين ده كان موجود في ستيم من الاول. يعني الاونلاين ده مش فكره جديده موجوده، وبرده من قبل ستيم موجوده بره، ولكن بنتكلم لو في مصر. ففكره ان انت تتعلم اونلاين ده كان موجود في ستيم من الاول. لان ستيم اصلا نظامها الاساسي كان كده.
وفكره السكيلز ان انت بتتعامل بيها، ان انت تعرف تجيب المعلومات و ده موجود في ستيم من الاول. الفكره ان احنا لقينا الفتره اللي فاتت ان نفس فكره العقده القديمه بتاعت ان شخص بيعتمد على مدرس واحد وكتاب واحد وبس. بس الفرق ان هو بدل ما كان بيروح اوفلاين ويروح له الدرس، دلوقتي بقى ديجيتال، فبقى بيعتمد على مدرس واحد ديجيتال بس وكتاب واحد وشكرا، هو ده السورس بتاعه من المعلومات، وهو كده معتقد ان هو يخلص له كل حاجه. ممكن في ثانويه عامه نتكلم ان انت كثانوي عام هيخلص لك كل حاجه فعلا ومش هيطلع براه، عشان هو متدرب على كده واخد ده من زمان. ولكن احنا هنا بنتكلم على شخص عايز ياخد سكيلز بتاعت ستيم، مش شخص عاوز ان هو ينجح وخلاص. تنجح وخلاص، دي من الحاجات اللي هي العاديه، ان انت تنجح وتذاكر وتجيب درجه، ده عادي لو انت فعلا مجتهد وكويس. احنا بنتكلم على شخص عاوز يعمل سكيلز ستيم سكيلز. فالشخص ده يعمل ايه؟ دلوقتي الموضوع في ستيم مختلف عن ثانويه عامه في المنهج. في حاجه، انت في ثانويه عامه عندك كتاب فيه دروس. لو نتكلم مثلا حاجه زي الديفرنشيشن مثلا او التفاضل في علم الرياضه مثلا، فهو مثلا يونت في تانية ثانوي او في ثالثه ثانوي موجوده، بتدرسها، بتشوف تفاصيلها، تدريباتها، حاجاتها في الكتاب وشكرا. سواء بقى خدتها مع مدرس وهو شرحها لك، سواء بقى انت حليت الحل اللي في الكتاب، كتاب المدرس ده او كتاب المدرس ده او الكتاب ده، تمام. ولكن انت بتعتمد على ده شكرا، مفيش حاجه تانية. الموضوع في ستيم مختلف، لان في ستيم المنهج كله مش بيبقى عباره عن كتاب، المنهج بيبقى عباره عن فايل. الفايل ده ما يتعداش ميجا مثلا، اسمه learning outcomes. والفايل ده مثلا بيبقى مكتوب فيه عناوين. يجي لك مثلا عنوان اسمه differentiation، يقول لك والله السكيلز اللي المفروض تخرج بيها ان انت تكون عارف تعمل تفاضل لحاجه، ان انت تكون عارف تعمل كذا تعمل كذا. يقول لك والله في كويشن اساسي موجود، لو انت جاوبت عليه يبقى انت فاهم بنسبه كبيره الليرنينج اوتكم دوت. ده ال كاوفر فيو عن المنهج في ستيم. انت طبعا هتدرس منين وتعرف منين؟ دي الفكره، ان انت دراستك نفسها بتختلف، ان انت بتدور على افضل مصدر هتتعلم منه في المكان. ان انت مثلا واحد بيفهم اكتر باليوتيوب والفيديوز، واحد بيفهم اكتر بالحركه، واحد بيفهم اكتر بالقرايه والريفرنسز، واحد بيفهم اكتر بالسمع. كل واحد له طريقته المعينه، والحاجات دي انت بتعرفها اكتر لما انت بتجرب كل الطرق مع الوقت. وممكن مش شرط ان انت تكون بتفهم فيديو، مش شرط ان انت تكون بتفهم سمع، كل واحد ليه طريقته، وكل واحد ليه الحاجه اللي بيعرف يفهم بيها اكتر. ولكن انت هنا ما اعتمدتش على مصدر واحد، ومش معنى مصدر واحد اللي هو مصدر فيديو او مصدر سمعي. انما انا بتكلم مثلا ان احنا مثلا عاوزين ندرس حاجه زي الديفرنشيشن، فانا ممكن افتح مثلا كتب ثانوي عام، لو لقيت ان انا فاهم منها تمام. مش فاهم منها بدور على حاجات تانية، ببص مثلا على فيديوز يوتيوب مثلا بتشرح ديفرنشيشن. مش لازم مدرس معين هو اللي بيشرح، لو انا فهمت منه تمام، ما فهمتش عادي جدا ممكن افتح فيديوز يوتيوب جدا. والمصادر هقولها لكم في الفيديو اللي جاي ان شاء الله، هنتكلم عن المصادر وازاي تدور وازاي تعمل. ولكن ان انا ببدا ادور على فيديوز يوتيوب وعلى حاجات يوتيوب لها علاقه بالموضوع، ما لقيتش ممكن افتح سايتس ومواقع بتتكلم عن الموضوع الديفرنشيشن. ومش بس ديفرنشيشن او مش بس المنهج اللي علينا، ممكن برضو حاجات تانية ليها علاقه بالبروجكتس اللي بنعملها كل ترم. ان احنا المدرسه كل ترم بيبقى كل تيم ليه بروجكتس معينه بيعملها، وده هتكلم عنه في فيديو اكتر بتفصيلي في وقت جاي. ممكن مثلا ان انا ما لقيتش سايتس او ما لقيتش يوتيوب شانلز، ممكن افتح ريفرنسز خارجيه. زي ريفرنسز مثلا لو بنتكلم في ماث، مثلا في حاجه زي كولج اوف الجبرا مثلا، كولج الجبرا مثلا، ده ريفرنس موجود للماث. ممكن تفتح وتبدا تدور منه، تبدا تدور وتجيب منه المعلومات وتبدا تدور جواه عشان تقدر تفهم اكتر. وكذلك الحل والتدريبات برضو، بتشوف حاجات من بره، بتشوف حاجات ثانويه عامه بتحلها لو موجود في ثانويه عامه، لو مش موجود لان انت منهجك مش ثانوي عام بس، منهجك بيبقى فيه حاجات من بره ثانوي عام وهكذا. الفكره انت هنا ما اعتمدتش على مصدر واحد وفضلت تذاكر منه، انت دورت ولقيت اختلافات هنا، ولقيت ريفرنسز بتقول كلام وريفرنسز تانية بتقول كلام تاني، وده شايفاه صح وده شايفاه صح، وبقيت بتقارن ما بين دوا ودوا وتعرف مين صح وليه وبناء على ايه. الموضوع بيمشي كده. والفيديوز اللي جايه ان شاء الله هبدا اتكلم عن الموضوع اكتر، بس ده كده كاوفر فيو. احنا كده خلصنا الفيديو الثامن. الفيديوز اللي جايه استنوها واعملوا فولو عشانها. بس كده، شكرا، سلام عليكم.